ليه اليوم مش أطول شوية؟ يعني إيه المشكلة لو كنا بنعيش في عالم اليوم فيه 48 ساعة بدل 24؟ عارف اللي هو لما تحس إنك خلاص في سباق ملوش نهاية. أنا كنت كده بالظبط، كل يوم أصحى وأقول النهاردة هنجز كل حاجة ومفيش حاجة هتتعطل، بس أبدأ النهار بأول كوباية قهوة وألاقي نفسي فجأة الساعة بقت 12 الظهر ولسه ما عملتش أي حاجة من اللي كنت مخطط لها. الضغط كان بيزيد، تحس كأنك في دايرة مغلقة، في نفس الوقت عندك أهل عاوزين تطلع معاهم وأصحاب عايزين يخرجوا وأنت قاعد بتقول إمتى؟ طب إزاي؟ ايام كتير كنت بتمنى لو اقدر اقسم نفسي نصين، واحد يخلص الشغل والتاني يشوف حياته، يستمتع شويه، يتنفس. كان بيبقى قدامي كل الخيارات، كان الوقت هو العائق الوحيد. ده غير ان حتى الحاجات البسيطه بقت ضغطه، وكل اللي في دماغك يا ريت اليوم اطول شويه، بس شويه. انا شخصيا بقى عندي احساس دايم اني متاخر على كل حاجه، حتى لما اقعد اكتب حاجه مهمه الاقي الساعه عدت بسرعه جنونيه، وكل اللي اقدر افكر فيه كان المفروض ابدا قبل كده، كان لازم اعمل دي الصبح، يا ريتني عندي وقت اكتر، وهكذا. عارف الشعور ده؟ الشعور انك مهما حاولت تبقى منظم الحياه دايما بتسبقك. ودلوقتي بعد كل السنين دي من المحاولات اكتشفت ان الحل مش في اليوم نفسه، ما كنتش محتاج وقت اكتر، كنت محتاج طريقه مختلفه، طريقه تخلي شغلي يمشي حتى لو انا مشغول، تخلي حياتي تكمل من غير ما احس اني مضغوط ومختنق. لغايه ما حصلت ثوره التكنولوجيا ووصلنا لعصر التحول من الانترنت للذكاء الاصطناعي. لما وصلنا لعصر الذكاء الاصطناعي الامور اختلفت تماما. الحاجات اللي كنت بتضيع فيها وقتك وجهدك بقت دلوقتي بتتعمل بشكل ذكي وسريع، شغل بيخلص وانت نايم، مهام بتتعمل من غير ما تحطها على كتافك، والحياه بقت اسهل واريح. يعني الحل كان في اني الاقي قدامي نسخه مني، نسخه بتفكر زيي، بتكتب زيي، وبتحل المشكلات بنفس الاسلوب اللي كنت هعمله. ولما بصيت حواليا لقيت ان السر في الذكاء الاصطناعي مش بس انه سريع، لكن انه بيتعلم. كل مره تديله مهمه يبقى اذكى، كل مره بيستخدم معلومه يعرف اكتر. تخيلت ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ الشغل اللي كان بياخد وقت طويل بقى يتعمل وانا نايم، المهام اللي كنت فاكرها تقيله وممله بقت تتعمل تلقائي، وكأن عندي نسخه مني بتحقق اللي كنت بحلم بيه، وقت اكتر، تركيز اكبر، وانجاز اسرع. والاهم ان دي مش نهايه الحكايه، ده مجرد بدايه، لان النسخه دي مش بتقف، مش بتتعب، وكل يوم بتتعلم جديد. ادركت ان الحل مش في طول اليوم، الحل كان في القوه اللي قدرت اضيفها لنفسي في النسخه اللي بقت جزء مني وشغاله باضعاف السرعه اللي كنت بتصورها. وبكده لقيت الاجابه: الذكاء الاصطناعي مش بس وسيله، ده نقله نوعيه، فرصه اننا نعيش الزمن اللي كان حلم ونخليه حقيقه.